في عرض هذه المساحة الرعوية ووسط حرش منطقتي عبد الوهاب بدائرة وسيف شرقي ولاية زيو الزوق، سقطت ورقة جديدة من أوراق البراءة في الجزائر. سلسلة تطورات دراماتيكية هي تلك التي صاحبت القضية ليظهر الفصل الأقوى في حلقة اختفاء هزت الرأي العام الجزائري لحوالي أسبوعين، ورافق كل المجريات فيها من المواطن البسيط إلى أعلى المسؤولين في البلاد. ووسعت نطاق التحقيق طبعا للعثور على الطفلة نهال، الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات والغائبة عن الأنظار، يعثر عليها من قبل قوات الدرك الوطني جثة شبه متعفنة على بعد 500 متر من المكان الذي وجد فيه الراعي حكيم فستانها الملطخ بالدماء كمؤشر أول لوجودها بالمنطقة، وبعد 4 ساعات من التمشيط الموسع من طرف مختلف الأسلاك الأمنية. نهاية مأساوية صدمت عائلة سموحند التي لم تكن تعلم أن حفل الزفاف الذي جاءت لتقضيه بأعالي القبائل قادمة من وهران سيتحول إلى مأتم يخطف فلذة كبدها وللأبد. تخيلي في برهة نقول لك 11 وربع كنت معاها هكا تدخل وتخرج من الدار. نهاية صدمت أيضا 40 مليون جزائري تابع لحظة بلحظة تطورات الملف وتعاطف بقوة مع كل صغيرة وكبيرة رافقت البحث المستمر عن الطفلة المختفية. قضية اختفاء أم اختطاف هو المنعرج الجديد الذي سيأخذه التحقيق الأمني، وأيا كانت النتيجة فلا خلاصة تعلو عن كون الطفولة بالجزائر تصاب مرة أخرى في العمق وبشكل أكثر فظاعة. هي تلك التي صاحبت القضية ليظهر الفصل الأقوى في حلقة اختفاء هزت الرأي العام الجزائري لحوالي أسبوعين، ورافق كل المجريات فيها من المواطن البسيط إلى أعلى المسؤولين في البلاد. ووسعت على بعد 500 متر من المكان الذي وجد فيه الراعي حكيم فستانها الملطخ بالدماء كمؤشر أول لوجودها بالمنطقة، وبعد 4 ساعات من التمشيط الموسع من طرف مختلف الأسلاك الأمنية. نهاية مأساوية في عرض هذه المساحة الرعوية ووسط حرش منطقتي عبد الوهاب بدائرة وسيف شرقي ولاية زيو الزوق، سقطت ورقة جديدة من أوراق البراءة في الجزائر. سلسلة تطورات دراماتيكية نطاق التحقيق طبعا للعثور على الطفلة. نهال، الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات والغائبة عن الأنظار، يعثر عليها من قبل قوات الدرك الوطني جثة شبه متعفنة. صدمت عائلة سموحند التي لم تكن تعلم أن حفل الزفاف الذي جاءت لتقضيه بأعالي القبائل قادمة من وهران سيتحول إلى مأتم يخطف فلذة كبدها وللأبد. تخيلي في برهة نقول لك 11 وربع كنت